سنة رابعة حبايبي، هناخد النهاردة الوحدة الأولى، الدرس الأول من الوحدة الأولى اللي اسمها أنا وحلمي. طيب الدرس الأول بقى اسمه إيه؟ ونص استماع. كل منا له حلم. يعني إيه كل منا لنا حلم؟ مش الحلم اللي احنا بنحلمه واحنا نايمين يا ولاد، لأ. هنا المقصود الحلم اللي احنا بنحلمه واحنا صاحيين. ايه ده يا مس ريما، واحنا بنحلم واحنا صاحيين؟ الحاجة اللي انت بيبقى نفسك فيها. يعني انا عايز ابقى دكتور، انا عايزة اما اكبر ابقى مدرسة، انا عايز ابقى ضابط، انا عايزة ابقى دكتورة، انا عايزة ابقى مهندسة. ما دي كلها احلام. انت شفت الاحلام دي وانت نايم؟ لا. انت وانت صاحي بتقول انا نفسي في كذا، انا عايز ابقى كذا. ما ده اسمه حلم وهدف لازم توصل له. تمام، فهو ده الحلم اللي احنا بنتكلم عليه دلوقتي. مش بنتكلم على الحلم اللي انت بتشوفه وانت نايم، لا، بنتكلم على حلم انت شايفه وانت صاحي. هنا القصة بتاعتنا بتبدأ ازاي بقى؟ نقرأها وبعدين ايه نشرح. مرحبا يا أصدقائي، كل واحد منا لديه شيء يريد أن يحققه في المستقبل، وهذا هو الحلم. قد يكون حلمك أن تصبح طبيبا ماهرا، أو مهندسا عبقريا، أو بطلا رياضيا، أو فنانا مشهورا. الحلم هو فكرة كبيرة نريد أن نحققها يوما ما، لكن هل تعرفون كيف نحقق أحلامنا؟ علينا أولا أن نحدد حلمنا بشكل واضح. هل نريد أن نكون متفوقين في الدراسة، أم نريد أن نتعلم مهارة جديدة؟ الحلم يبدأ عندما نعرف ماذا نريد. بعد ذلك علينا أن نعمل بجد لتحقيق حلمنا. قد يحتاج الأمر إلى وقت، وربما نواجه صعوبات في الطريق. لا يجب أن نتوقف أو نستسلم، بل علينا أن نعمل بجد ونطلب المساعدة عندما نحتاجها حتى نتمكن من تحقيق حلمنا. وانتبهوا يا أصدقائي، انتبهوا، فالأحلام لا تتحقق بالجلوس والانتظار، لكن بالعمل والاجتهاد. فكروا في حلمكم الآن، وضعوا خطة لتحقيقه. إذا بدأتم اليوم فستقتربون خطوة نحو حلمكم. إيه بقى الموضوع ده؟ زي ما أنا قلت لك، الحلم كل واحد ليه حلم. أنا وأنا صغيرة كان حلمي إن أنا أبقى مدرسة وحققته. فهنا بيقولك كل واحد منا لديه شيء يريد أن يحققه، حاجة عايز يحققها في المستقبل، مش دلوقتي. أنا لسه صغير في سنة رابعة. المستقبل بقى اللي هو لما أكبر وأخش الكلية بقى وأتخرج وكده، عايزة بقى إيه بقى؟ ممكن يكون حلمك إن أنت عايز تبقى طبيب ماهر، مهندس عبقري، بطل رياضي، بتلعب كورة مثلا، بتلعب سباحة، أي رياضة، أو فنان مشهور، بتغني، بترسم، بتمثل، أي حاجة. الحلم هو فكرة كبيرة عايزين نحققها، لكن هينفع نحلم واحنا قاعدين؟ لأ، لازم نشتغل ونذاكر ونتعب وما ينفعش ابقى انا نفسي ابقى دكتور وقاعد ما بذاكرش. لا، لازم اذاكر واطلع من الاوائل واجيب درجات كويسة وكل الكلام الجميل ده. هل نريد ان نكون متفوقين في الدراسة، ام نريد ان نتعلم مهارة جديدة؟ الحلم بيبدأ عندنا، بيبدأ لما بنعرف احنا عايزين ايه. احنا عايزين نبقى متفوقين في الدراسة، ولا عايزين نتعلم حاجة جديدة؟ وبعدين لازم نبقى عشان نحقق حلمنا نواجه اي صعوبات بقى تقابلنا، وما نقفش وما نستسلمش. يعني مثلا حصل موقف قابلني صعب ومش عارفه اقول لا لا خلاص انا عمري ما هوصل ابقى دكتور، انا عمري ما هبقى مهندس، انا عمري ما هبقى مدرس. لا، كمل وحاول. لازم تكرر المحاولة. وما ينفعش ان انا ابقى قاعد ومستني الفرصة تجيلي لحد عندي، لا، ما ينفعش. لازم اشتغل واجتهد كويس جدا علشان اوصل لحلمي، ونضع خطة لتحقيقه. لازم احط خطة، لا ده انا هذاكر وهعمل كذا، ولما اكبر هعمل كذا، وعايزة اخش كلية كذا عشان لما اتخرج ابقى دكتور كبير، وابقى مهندس، او ابقى رسام، او خلاص. ولو بدأت بالخطة دي كل يوم عن يوم هتقرب من حلمك ده. خلاص، هي دي ايه قصة الدرس بتاعنا. طيب، هنا جاي لك سؤال يقول لك ايه؟ كيف نحقق احلامنا؟ احنا بنحقق احلامنا ازاي؟ بيقول لك اول حاجة حدد حلمك. ان نحدد حلمنا بشكل واضح. هل نريد ان نكون متفوقين في الدراسة، ام نريد ان نتعلم مهارة جديدة؟ لازم احدد الحلم بتاعي ايه هو. خلاص. طيب، هنا ما بيقول لك كل واحد منا لديه شيء يريد ان يحققه في المستقبل. لديه يعني عنده.
المستقبل يعني بكرة، بس مش بكرة بكرة، لأ، بكرة اللي هو البعيد، اللي هو في يوم من الأيام. فاهم؟ وهذا الحلم قد يكون حلمك أن تصبح طبيبا ماهرا أو الحلم اللي هو الأمنية، حاجة أنا بتمناها. يا نفسي أبقى مهندس، نفسي أبقى رسام، دي حاجة أنا بتمناها. وهنا طبيب ماهر يعني طبيب محترف شاطر مفيش زيه. وقلت لك ممكن تقابل صعوبات، الصعوبات يعني تحديات وحاجات وقت توقفك، وحاجات صعبة ممكن توقفك. لا انا لازم اكمل. لما بقول لك هنا او مهندس عبقري، يعني ايه مهندس عبقري؟ يعني مميز، مفيش حد شاطر في الحتة دي او في الشغل المعين ده غيرك، انت لازم تكون مختلف. او او بطل رياضي او فنان مشهور، فلازم ان انت تكون متفوق. يعني ايه متفوق؟ يعني نابغ. المتفوق يعني نابغ. قلت لك لازم تحط خطة، يعني طريقة. خطة يعني طريقة نعمل، لازم نسعى. ما ينفعش وانا قاعد كده اقول ان شاء الله هبقى مدرس، ان شاء الله هبقى رسام، ان شاء الله هبقى بشتغل في التجارة مثلا. طب ماشي، انت هتشتغل ازاي وانت قاعد؟ لازم ايه، تسعى، تشتغل وتجتهد. خلاص. طيب نستسلم يعني ايه؟ نخضع او نضعف. نستسلم يعني نخضع او نضعف. طيب الحلم عكسه ايه؟ الواقع. انا ما بحلمش بحاجه، الواقع اللي انا فيه ايه؟ ان انا لسه في سنه رابعه. المستقبل عكسه الماضي، حاجه حصلت بقى، انت السنه اللي فاتت كنت سنه تالتة، ده الماضي. جد لازم تشتغل بجد، عكسها كسل، يتوقف، يستمر او يمضي، مكمل يعني. اصدقاء عكسها اعداء. واضح عكسها غامض. ما بقولك لازم تحط هدف واضح. يعني ايه هدف واضح؟ حاجه انت لازم توصل لها. الهدف ده انا عايزه ابقى دكتور، هو ده الهدف اللي انا عايزه. هشتغل وهذاكر وهجيب درجات كويسة السنة دي والسنة اللي بعدها والسنة اللي بعدها، عشان لازم اوصل. ده الهدف الواضح. لكن الهدف الغامض، انت حبيبي انت عايز تطلع ايه؟ مش عارف اي حاجة، ده غامض مفيش هدف. طيب المفرد والجمع، الحلم اللي هو جمع الأحلام. بطل، أبطال. عمل، أعمال. طبيب، أطباء. فنان، فنانون. خطة، خطط. مهندس، مهندسون. فكرة، فكر، مش فكرات يا ولاد، فكر. خطوة، خطوات. الطريق، الطرق. طيب تعالى نشوف بقى الأسئلة بتاعتنا. ما الحلم الذي يراود الإنسان في اليقظة؟ الحلم الذي يراود الإنسان في اليقظة اللي هو إيه؟ الذي يريد الإنسان تحقيقه في المستقبل. هو ده، هو ده الحلم اللي احنا بنحلمه واحنا صاحيين. الحلم اللي أنا ببقى عايز أحققه في المستقبل. كيف يمكن تحقيق حلمنا؟ نحققه ازاي بقى؟ بأن نحدد حلمنا بشكل واضح. لازم يكون حلمنا أو هدفنا ده واضح ومعروف. ثم يجب علينا التفوق في الدراسة. متى يبدأ الحلم؟ يبدأ الحلم عندما نعرف ما نريد. أول ما نعرف احنا عايزين نعمل ايه، عايزين نبقى ايه، هو ده الحلم كده بقى ابتدى. لما انا بسأل الطلبة بتوعي يقول لي انا عايز ابقى مهندس زي بابا، انا عايز ابقى رسام، انا برسم حلو قوي يا مس ريم. طيب يبقى ده بداية الحلم بتاعك، انت عارف انت عايز ايه. ما الخطوات لتحقيق الحلم؟ العمل بجد حتى لو واجهنا صعوبات في الطريق. حتى لو واجهنا حاجة صعبة في النص كده، لا كمل، لازم تكمل عشان توصل لحلمك. ماذا نفعل عندما نحتاج المساعدة؟ اعمل ايه؟ اطلب المساعدة، ايه المشكلة؟ لما تحتاج المساعدة اطلبها. تمام. لما تكون فعلا محتاجها اطلب المساعدة لما تحتاجها. ماذا نفعل عندما نواجه صعوبات في الطريق؟ نعمل ايه؟ ما نوقفش، نكمل. بل بالعكس، ده انت تشتغل وتعمل بجد اكتر عشان ايه؟ تعدي الصعوبات دي. ماذا نفعل لكي نبدأ في تحقيق حلمنا؟ يجب علينا ان نضع خطة. حط خطة، وان هو انا هبدأ النهاردة، والنهاردة لما يخلص كل ما يوم بيعدي انت بتقرب لحلمك. كل ما يوم بيعدي انت بتقرب للحلم بتاعك. وبكده نكون خلصنا الدرس بتاعنا النهاردة. كل منا له حلم، وان شاء الله مع مس ريهام هبسطها لك.